السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم حسن من قناة ألفا تايلور. أنا عارف إن أنا مقصر في حقكم كتير، بس والله مشغول جدا الأيام دي، وحس إن أنا النهاردة تعبان مش قادر أشتغل، فقلت أما أعمل لكم فيديو. فلو الفيديو ده اترفع وشفتوه على اليوتيوب يبقى ربنا كرمني وعملته صح، ما كانش يبقى أنا اتلخبطت، لأن أنا دماغي مشغولة والله بمليون حاجة. فدعواتكم ليا ودعواتكم لأهالينا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، ويطعمهم من جوع ويأمنهم من خوف ويدفيهم من البرد الشديد اللي احنا فيه، اللهم امين يا رب العالمين. عفوا. طيب الدرس بتاع النهارده اللي انا عايز اخش فيه مباشرة ان شاء الله هو جاكيت البدلة. الجاكيت والكم بتاعه مع بعض. انتوا عارفين ان احنا بنعمل الجاكيت بنعمل الكم معاه على طول ان شاء الله في درس واحد. فعشان ما اطولش عليكم، انا شرحته قبل كده عملي على الورق، هتقدر تشوفه. حاول اسيب لك الفيديو تحت في الوصف. والنهاردة احنا هنعمله بطريقة تانية، وهنصحح بعض المعلومات اللي كانت هناك، حاجات انا لسه متعلمها جديد، فقلت اعلمها لكم معايا. تمام. طيب خلينا كده الاول هنعمل ايه. المستطيل اللي احنا بنشتغل عليه، طبعا انتوا عارفين الطريقة بتاعتي، انا بشتغل ايه في مستطيل. الناس بتشتغلوا ظهر وصدر وقطعة منفصلة لوحديها، كل مدرسة ولها المدرسة بتاعتها. الطريقة ديت بتجيب معايا انا نتيجة. فانا طول الجاكيت اللي معايا النهاردة 72 ونص عرض الصدر عندي هيبقى 50، ونقول له اوكي. طيب تمام كده. طيب انا الناس بتشتغل نص عرض الظهر، وبياخد خط كده ويقسم وبعدين يشتغل عليه زي كده مثلا اهو. تمام. انا نص عرض الظهر عندي كام؟ تقريبا سالب 18 سنتي. ينفع الطريقة ديت وينفع اللي انا اقول لكم عليه كمان شوية. طيب انا بعد ما بعمل نص عرض ظهر، انا هطلع فوق المستطيل ده 2 سنتي ونص واعمل الرقبة. طيب قانون الرقبة بيقولوا يا عم حسن؟ قانون الرقبة بنقوله في كل درس، بالنسبة لي انا كحسن بشتغل بيه بيطلع معايا مظبوط. العرض بتاع الرقبة ده بقسم الرقبة على 6، والناتج بحطه في العرض، والعمق بتاعي اللي هو ده بزود على 6 سنتي ونص. طيب في حالة البدلة دي مش قميص، ده الكلام ده بنعمله في القميص. طب في حالة البدلة الياقة بتاعتها بتركب على ياقة القميص. فأنا وليكن الرقبة بتاعتي بتطلع معايا 6.5 سنتي، فأنا هحطها هنا 7.5. ليه؟ عشان خاطر السنتي ده هيركب فوق الياقة بتاعت القميص، فتبقى الدنيا ايه مرتاحة مع بعضيها. سامحوني لو مش عارف، لو الكلام بيطلع مني بسرعة. والله تعبان جدا الحمد لله. طيب بطلع فوق كده كام؟ بطلع فوق كده 2.5 سنتي لحد 3 سنتي زي ما قلنا في الدرس اللي فات. بس الدرس اللي فات كانت الرقبة ما شاء الله، فاحنا طلعنا 3 سنتي. فالمسافة اللي انا طلعتها ديت حلوة جميلة معقولة. نكبر كده واوريكم بنعمل دوران الرقبة ازاي. يعني لما تيجي تعمل الدوران بتاع الرقبة تحط الكيرف بتاعك هنا وتلف وتخليه يجي معاك لحد النقطة ديت، وبعدين لما تلف الكيرف كده ما يبقاش خارج من هنا من على الخط اللي احنا عاملينه ده، ولا نازل تحت الخط ده كده، يعني زي كده. كده غلط، كده غلط. ليه؟ لما نيجي نفتح هتلاقي الرقبة عاملة مطب كده اهو، عاملة مطب. فانا بعمل بشد الخط ده كده يبقى موازي هنا للخط ده كده، ماشي معاه كده حوالي سنتي، سنتي ونص او 2 سنتي، وبعدين بيرفع معايا لفوق. لو نزل تحت هيعمل معايا مطب في الياقة، هتبقى نازلة عاملة كده، عاملة زي حرف الدبليو كده. فيعني تمام. طيب تاني حاجة انا بعملها الكتف بتاعي هنا. احنا مثلا لو قلنا هننزل 5 سنتي في المقاس ده، المقاس اللي فات نزلنا 7. البدلة بالذات يا جماعة بناخد مقاس نزول الكتف. بناخده ازاي؟ بكذا طريقة. في طريقة مقاسات برضو ان شاء الله بحطها لكم تحت، وفي طريقة تانية شفتها في فيديو اجنبي عجبني جدا، اللي هو بيقيس زاوية ميلان الكتف وبيشتغل على الزاوية، ما بيشتغلش بقى هو نازل كام سنتي. فاختصار الكلام ان انا هنا هشتغل على 5 سنتي. انا اقول له كده عايز perpendicular اونلاين 5. احنا طلعنا فوق 2.5، فانا هنزل كمان 2.5 اهو. هقول له 2.5 سنتي، وهمد الخط ده كده لبعض الخط بتاع الظهر ده كده ايه بشوية، بس مش عايز اكتر من كده.
طيب احنا نص الكتف عندنا هنا 42 سنتي، نقصنا منهم 7.5، هيفضل لي 13.5. ال13.5 المفروض ان انا بحط راس المزورة هنا واميلها على الخط ده، لما تتقاطع مع عند ال13.5 هروح واخد علامة واوصل الخط بتاع الكتف بتاعي. تمام كده. فانا هنا اهو بقول له كده كومباين، كومباس، معلش، كومباين بتاع الرز، سيطر على دماغي عشان الرز غلي اهو. وبقول له 13.5 نص القطر بتاع الدايرة بتاعي. طب ليه احنا بنعمل الحركة ديت؟ عشان احنا لو خدناه كده ووصلنا زي ما احنا بنقول، يعني لو خدنا علامة وقصاد منها العلامة التانية تحت كده، فهيطلع الخط بتاعي اطول حوالي حوالي نص سنتي على حسب طول المقاس بتاعي. فالطريقة ديت يعني عشان خاطر الكتف بتاعك ما يسقطش، والناس اللي بتشتكي الكتف بيسقط ليه؟ بيسقط عشان كده. تمام. طيب كده في عندي حاجة غلط. نص الظهر ده الصدر هو اللي كان 18، فسوري بعتذر. الظهر ده يبقى يعني 19 سنتي مش 18، معلش، يعني جل من لا يسوع يا جماعة اهو. تمام كده. طيب هنمسح الخط اللي جوه اهو مع بعض عشان ما تتلخبطوش، ديليت لاين، ونقول له الخط اللي جوه ده مع السلامة، انت شوف مصلحتك. وكمان الخط بتاع ميلان الكتف ده ما عدناش عايزينه، خلاص احنا خدنا غرضنا منه، واللي بناخد غرضنا منه بنرميه هو. وده كمان الخط اللي احنا موقفين عليه الرقبة ده عشان نبقى شغالين على نظافة على طول. طيب هنيجي بقى هنا كده نصغر المجسم بتاعنا ده كده اهو، اسحبه فوق. طيب هنعمل بقى خط الوسط. تمام. الخطوط بقى اللي هنشتغل عليها بالعرض المفروض دي كنا عملناها في الاول يعني، بس ما يجراش حاجة يعني. تمام. طيب ادي خط الوسط بتاعي هنا هيبقى طوله 43 سنتي. في البرنامج هنا هندخل القيمة بالماينس عشان خاطر احنا نازلين لتحت، يبقى سالب 43. من الخط ده اللي هو خط الوسط ده بيبقى فيه تحته خط الجيب، فاحنا هنقول له عايزين خط الجيب لتحت سالب 8 سنتي اللي عليه الجيب بتاعنا. طيب كده الدنيا تمام. طيب عايزين نعمل بقى اللهم صل على سيدنا محمد، خط الجيرو. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب قبل الجيرو خلينا نقول لو احنا هنعمل البدلة ديت كل كروازيه صفين زراير، فصفين الزراير بيبقى البدلة الجاكيت كده زاوية قايمة من الصدر. طيب لو صف زراير واحد وده الأصعب اللي بيبقى الجاكيت ده فيه دوران. طيب خلينا اقول لكم على القانون بتاع الاتنين. لو صفين زراير الخط ده بنطلع بيه كده لبره على الاقل كام؟ 10 سنتي او 12 سنتي على حسب مقاس الزبون. يعني انا في مقاسي انا حجم صغير، في المقاس ده بطلعه 8 سنتي. تمام. 8 و7 كمان بالنسبة لي كفاية، كمان قوي يعني. تمام كده. طيب لو صف زراير واحد، لو زرار واحد يعني او زرارين، يعني صف واحد اهو، يبقى انا بطلع من الخط ده كده 2 سنتي بس. 2 كبيرك اوي، 2.5 على قد الزرار بتاعك. طيب بنطلع كده ليه؟ هقول لحضرتك دلوقتي. ده خط الجيب. تمام. باجي هنا انا امد الخط ده كده بوينت الاين اهو، بمده لحد هنا مثلا وليكن. ليه؟ هقول لحضرتك ليه دلوقتي. عشان انا من فوق الخط ده كده كرييت لاين، لو انا هشتغل صفين زراير خلينا نشتغل على صفين زراير. تمام. وهقول لك برضو في الاخر صف زراير هنعملها ازاي. صف واحد هاجي هنا اطلع فوق الخط ده كده ب2 سنتي. تمام. وباخد خط يتقاطع مع الرقبة هنا كده قد ايه بقى؟ زي ما اشتغلنا ورا هناك كانت 7.5. 7.5. ليه بقى الخط ده؟ عشان ده اللي هنشف عليه الريفير بتاعنا. تمام كده. طيب واحنا عملناه دلوقتي ليه؟ عملناه دلوقتي عشان هنرسم الجيرو بناء عليه برضو. طيب بنرسم الجيرو بناء عليه ازاي؟ الياقة بتاعتنا بعد الخط ده
بحوالي 2 سنتي ونص كمان. يعني لو انت الياقة راسمها في الظهر من 7.5 ل8 سنتي، يبقى ياقة الصدر هتبقى الحفرة فيها هنا على بعد 10 سنتي. ازاي؟ طيب هفهمك دلوقتي. تمام. انا هاجي هنا كده، واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. هاخد من هنا كده بربنديكولار اونلاين خط للكتف. طبعا احنا هنا طلعنا فوق الجسم ال2 سنتي ونص، فانا خط الكتف احنا متفقين ان سقوطه 5 سنتي، فانا هقول له عاوز الخط ده كده نازل 5 سنتي، ده في المقاس ده. احنا اتفقنا ان البدلة بتاع معانا اللهم صل على سيدنا محمد، سقوط الكتف فيها بمقاس عشان تطلع بالظبط، ما هياش قميص القماشة بتاعته بتاخد وتدي، ما هياش هودي، ما هياش حاجة من الحاجات دي. انا اسف بتكلم بسرعة. طيب هاجي هنا بقى كده واقول له انا عايز مارك هنا اهو على بعد ال10 سنتي اللي احنا اتفقنا عليهم بتوع حفرة الرقبة. تمام كده. طيب حطينا المارك بتاعنا اهو. بقول له دلوقتي انا عاوز اشد بقى نقطة من هنا على الخط ده بطول 13 سنتي ونص زي ده كده، فهنعملها مع بعض اهو. عايزها فين يا عم حسن؟ هقول له عايزها على النقطة ديت 13.5. يقول لي فين؟ بقول له على الخط الجميل ده، عايزها لاين، واوصل اللاين ده بالنقطة دي تمام كده. طيب اصبح عندي نقطة اعلى من نقطة ب2 سنتي ونص، وانا عندي الجيرو بتاعي هيبقى 22 سنتي. تمام. طيب ال22 سنتي انا هقيسهم من نص المسافة دي. يعني انا هاجي هنا كده واخد علامة اهو، هاخد هنا سبليت عشان تقسم لي الخط. تمام كده ونقول له ان احنا عايزين ننزل بقى من هنا كده علامة تانية، على انزلها قد ايه؟ اقول له والله عايزينها 22 سنتي. الجيرو ده طبعا انا ليه نزلت 22؟ سؤال جميل. انا نص الكتف عندي 21 سنتي، فده اللي انا بنزله من ميلان الكتف لحد تحت. طيب اولا ليه قسمت المسافة دي في النص؟ عشان دي اعلى من ديت، فلو انا هشتغل من هنا هشتغل 22 سنتي ناقص نص المسافة ديت. لو انا هشتغل من فوق هشتغلهم من هنا 22 زائد المسافة ديت، فالأحسن إن أنا بقسم المسافة ديت 2 وأشتغل 22.5 بتوعي، 22 بتوعي كاملين. طب ليه هما 22؟ زي ما احنا قلنا نص الكتف بتاعي هنا 21 سنتي، بنحط كمان سنتي عشان الكتافة وعشان أنا هلبسها فوق قميص. تمام. فبنزود سنتي، لو هشتغل بلطو هزود كمان سنتي على الأقل، المفروض أزود سنتي ونص، بس احنا بنقول سنتي لأن الكتافات بتاعت الأيام دي ضعيفة شوية. ده جيرو بالظبط هيطلع معاك على الكم بالظبط. تمام. طيب ارجو ان الكلام ده يكون واضح. هاجي هنا بقى واقول له عايز بربنديكولار اونلاين اونلاين، بس هنا انا عامله هاف، لا انا هنا هعمله اول، وهقول له منين؟ من النقطة دي، بحيث ان هو يديهولي طويل كده. تمام. طيب اهو اوكي. طيب الخط ده اصلا خط استرشادي، انا مش هعمل بيه حاجه. تمام. كل القصه ان انا هشتغل عليه الجيرو دلوقتي. طيب انا هعمل بقى كده هشيل الخط ده عشان ما يلخبطنيش ونكمل شرح مع بعض. طيب انا هاجي هطلع من الخط ده كده واخد علامه هنا مثلا 6 سنتي اهو كده كويس، مكانها ده كده حلو اوي. هطلع منها كده اهو، هقول له انا عايز هنا نقطة طلعالي برا كده على محور اليو 1 سنتي، بس بالسالب سنتي. تمام كده. الله ينور علينا. نبدأ بقى نرسم الجيرو بتاعنا اهو.
لحد النقطة دي نقطة النص. انا طبعا ما قسمتش الخط بالنص لان عندي خط هنا في النص اهو، ويبقى الخط ده لامس الظهر هنا وطلع بره في النقطة ديت كده. لا الدوران ده مش عاجبني النقطة ديت احنا طلعناها فوق غلط عالية اوي. طيب الدوران بالظبط اهو. الاول يا جماعة احنا هنرسم اللي هننصص المستطيل كله ونعمل فيه خط زي ده. انا سوري اسف ما عملتوش لانه كان موجود، فاحنا هننصصه ونعمله متقاطع مع الخط بتاع الجيرو ده. بس احنا عايزين النقطة بتاعة التقاطع ديت عشان هنشتغل عليها دوران الجيرو كله هيعتمد عليها. تمام. طيب النقطة اللي حضرتك طلعتها ديت من تحت هتبقى تلت المسافة دي عشان تبقى بالظبط يعني اهو. وبنشتغل الدوران كده بيبقى شكله بالظبط عامل زي كده اهو. تمام كده. المفروض ان النقطة ديت بتاعتي هتبقى واطية هنا شوية، معلش انا اسف انها عالية وما عندناش وقت نضيعه ان احنا ايه نعدلها يعني. طيب دوران الجيرو بقى في الصدر خلينا كده ايه نكنسل. انا ممكن اعمله دلوقتي كده من غير حاجة، بس برضو خلينا نبقى ايه مؤدبين زي ما بيقولوا ونشتغل بقانون عشان الناس اللي بتتفرج علينا ما تتلخبطش. طيب انا هاجي هنا كده قصاد النقطة اللي احنا خدناها دي المفروض هنا. تمام اهو. وهقول له انا عايز الخط ده بقى هاف دلوقتي مش عايزه ايه اهو. وهاجي كده ويقول لي انت عايز طول الخط ده كام. همد خط كده يعني او هاخد نقطة هنا. انا همد خط هنا لان انا هاخد نقطة هنا في الفراغ. ازاي البرنامج ما يفهمش الكلام ده، فانا همد خط. انت حضرتك ممكن تمد المزورة وتاخد نقطة عادي مفيش مشكلة. طيب الخط بتاعي ده طوله قد ايه بقى؟ احنا قلنا الظهر عندنا 19، الصدر بيبقى اقل من الظهر سنتي ونص. تمام. فالادق ان هو بيبقى سنتي ونص. والادق كمان ان انت بتاخد المقاس بتاع الصدر عرض الصدر، وهسيب لك فيديو او كذا فيديو للمقاسات تحت ان شاء الله بس في وصف الفيديو. تمام. طيب انا هنا الصدر بتاعي ده هيبقى 17 ونص اهو. يا الله دخلت القيمة بالموجب وانا عايزها بالسالب. طيب بعتذر عن اللي حصل ده اهو. بطلع كده واقول له انا عايز طوله كام؟ سالب 17 ونص كده. مظبوط. طيب دوران الجيرو بقى بتاعي انا باخد النقطة دي ليه؟ عشان دوران الجيرو بتاعي بيعتمد على الثلاث نقط. ادي النقطة والنقطة دي والنقطة دي، بتلف المسطرة بينهم لحد ما تدي لك شكل زي ده كده. شكل يبقى نازل زي ده كده، كمثرية مقلوبة. تمام. كمثرية بوزها لتحت، ما يبقاش هنا الدوران ده حاد. لو حاد هيعمل معايا مشكلة. تمام كده. طيب انا اقدر دلوقتي اكمل الريفير بتاعي واقدر اخد المقاس ده واروح ارسم الكم، ولكن احنا هنكمل الريفير وعشان نشفه صح انا هاخد الورقة ديت. انا كده راسم الدنيا دي بتاعتي اهي مظبوطة. هاخد الورقة دي واتنيها لتحت هناك او اتنيها لفوق واشتغل عليها. كلا الاحوال صح، بس الفوق اصح كمان عشان تشف اللي هيحصل دلوقتي عليها. طيب انا الكل كروزيه عايز انا اعمل هنا كده مثلا اوفست الخط ده كده وعايز انزل بيه. انا بقى عايز راس الكول هنا فين؟ راس الكولة هنا فين؟ في موضة دلوقتي طالعة بتبقى عالية قوي كده، وفي موضة بتاعت زمان كانت بتبقى واطية قوي كده. دي بقى اذواق اهو. تمام. دي اذواق. طيب وباخد كده بالكيرف بتاعتي وباخد على فكرة الريفير عشان يبقى شكله حلو بناخده بالكيرف. كنسل بالكيرف. ما ينفعش خط عادي، الخط مستقيم يبقى شكله وحش جدا. ندقق في البدلة هتلاقيها معمولة بكيرف اهو. تمام. طيب انا شكلها اللي بفضله يعني بالنسبة لي في اللبس طالما الزبون مش طالبها بحبها في نص الكتف كده ايا كانت المسافة بقى. تمام. طيب هي لو عدلة كده، لو عدلة زي ما هي كده، شايف شكلها وحش ازاي؟ طب بص بقى لما بنيجي نميلها كده بكيرف اهو زي كده، شايف شكلها تحفة. تمام. طيب انا باجي برضو هنا اقول له اوفست، نزل الخط ده كمان شوية كده. الله جميل. طيب انا بنشن بعيني يعني
الموضوع ده يا جماعة، الرسم ده هنا كده ده ذوقيا يعني اهو. هنا كده بنشنت بعيني ورسمت الخط الايه المايل ده كده. هروح هنا برضو اقول له والله بقى شيل الخطوط المساعدة دي كلها اللي انا نزلتها ديت استرشادا كده. لا لا مش كله يا بني ادم، كنسل. ايه اهو ديليت لاين، امسح لي ده وده. لا سيب ده، تمام، وسيب ده، امسح ده لا حول ولا قوة الا بالله. لاين، هنمسح ده ونمسح ده، تمام، وهنمسح اللي جوه ده عشان احنا شغالين على اللي بره دلوقتي. وهنيجي هنا كمان ونقول له كليب الخط ده ويا ده، ايوه كده، عشان يبقى ايه الدنيا شكلها حلو. طيب احنا دلوقتي رسمنا الشكل ده. هاجي هنا واقول له اعمل لي بقى ميرور، اللي انت خلاص انت تنيت، افرد الورقة بقى لو انت رسمت عليها اهو، تمام كده. طيب هاجي هنا واقول له هات لي خط كده من النقطة دي وانزل بيه قبل ما يجي قصاد النقطة دي، ما ينفعش يجي قصاد النقطة دي كده، تمام. ويستحسن انه يبقى دوران، يعني هو الياقة الافضل فيها دوران عشان في التفتيح بتبقى حلوة سهلة، بس في التركيب بتتعب شوية بسيطة يعني. بس انتوا ناس صنايعية، انت راجل جاي تشتغل بدلة، فانت راجل صنايعي يعني عارف انت بتعمل ايه، تمام. فالافضل انه بيبقى دوران كده، تمام. الافضل يعني انها تبقى دوران، بس الدوران ده برضو شكله صعب قوي، فاحنا هنشتغلها ايه اهو، هنشتغلها كده وادي شكل الياقة بتاعتك، تمام. طيب انت لو الريفير ده طبعا انت شايف الياقة صغيرة، بس لو ال اللهم صل على سيدنا محمد، احنا خلينا بس هنمسح الخطوط اللي جوا دي ما عندناش عايزينها اهو، خلاص كده. لا برضه سوري، احنا لسه هنحتاجها في رسم الياقة. طيب لا برضه انا مش عايزها يا جماعة، اعذروني ان انا والله العظيم دماغي فيها مليون حاجة، والبرنامج كمان مش مهودني، او انا اللي بتلخبط وانا شغال عليه عشان نقول الصراحة. ديليت لاين يا بابا، انت ليه بتاخد نقرات غلط اه. طيب هنا احنا برضو الخط المكمل فوق ده ما عادش ليه لازمة، فعشان انا اللي عمال اتلخبط مش انتوا، والله انا اللي عمال اتلخبط، فانا هقول له ده كده وكده اه. طيب كده بس عشان تبقى الامور واضحة قدام مننا، تمام كده. طيب انا بروح جاي هنا، خلينا نخلص الياقة مرة واحدة. هقول له اسلي فيريفاي لاين، اسلي طول اللاين ده كده، طول الخط ده، يعني طول الخط ده قد ايه؟ 8 سنتي 63%. طيب هقول له كرييت بوربنديكولار اونلاين على الخط ده كده اهو، وطلع لي على الامتداد بتاعك ده 8 سنتي وكام بتقول؟ 68%، 8.63، تمام كده. طيب بروح جاي هنا واقول له عايز مارك منين؟ من النقطة دي اهو، وعايزها مايلة لورا كده كام؟ 1 سنتي، ممكن نص سنتي، ده تمييلة الرقبة عشان الدوران بتاع الرقبة يلف معايا بالظبط. وبقول له هنا كده اديني كيرف خط مايل يعني من النقطة دي
للنقطة دي كده اهو. وعايز طول الخط قد ايه؟ هنا انا بقوله عايز طوله 68، بس احنا هنقوله 8.5 عشان لما نميله يدينا 63. ارجع كنسل، هاتوا تاني من اول وجديد عشان انا عمال اعك بصراحة، سامحوني. اهو ادي الخط بتاعي، بميل الكيرف بقى لجوه كده على الخط التاني اهو. خلينا اكبره لكم، بميلها بكيرف كده، ايه كيرف من النص كده اهو. تمام. طيب عشان يبقى واضح ادينا هنا كده نيجي نمسح الخط ده ونقول له شوف مصلحتك انت. طيب واضحة الامور كده؟ يا الله، معلش هودوني يعني وسامحوني. انا هرجع دول جوه كده تاني عشان هنرسم شكل الياء عليهم. اوكي. طيب انا شكل الياء عايزها هنا كده، هاجي اقول له خط دوران، هقول له انا عايز الياء هنا كده. الياء ده الفتحة بتاعت الياء التانية انا عايزها 3 سنتي مثلا لحد هنا كده اهو. بقول له 3 سنتي من بداية الفتحة وبوصلها هنا كده. عايز الودنة ديت انا عايز مقاس قد ايه، سنتي ونص مثلا، او اسيبها كده. وبقول له انا عايز ديت كده بميلان دوران زي ده. تمام كده. وهاجي اقول له اديني ميرور اللي دي على الخط ده. اوكي. ده ليه بقى؟ عشان ده بوز الياء. تمام كده. وهاجي هنا برضو هقول له امسح لي الخطوط دي تاني عشان الناس ما تتلخبطش. ارجو ان الحتة اللي فاتت ديت تكون اتفهمت. كانسل، ديليت لاين. الحتة اللي فاتت ديت تكون اتفهمت، اللي ما فهمهاش يعيدها تاني يا جماعة. تمام. طيب انا هاجي دلوقتي هقول له مثلا انا عايزك تقيس لي المسافة دي من هنا لهنا قد ايه. طب هيقيسها ازاي الراجل الطيب ده؟ هنرسم خط اهو. بالنسبة لك انت بالمزورة هتقيسها عادي، لكن انا هيقيسها ازاي؟ هقول له والله ارسم لي خط. وهو اصلا في يعني اوبشن بيقيس، بس والله انا اللي دماغي سايحة 7.71. هاجي هنا اقول له كرييت بيربنديكولار اونلاين. يعني ايه بيربنديكولار اونلاين؟ يعني ايه؟ عشان انت عمال تقول كده، يعني خط عمودي على الخط اللي انا هشتغل عليه، على النقطة اللي انا هشتغل عليها. فانا اهو هقول له عايز نقطة، عايز خط عمودي على النقطة ديت. طوله كام؟ طوله هيبقى بالسالب هنا 7.71. ليه؟ عشان يبقى عرض الياقة من هنا لهنا 1. تمام كده. طيب هتوصل لي الاتنين بقى النقطتين دول في بعض كده بالكيرف اهو. تمام كده. نوصلهم في بعض بالكيرف. هنمسح الحج خط اللي في النص اللي احنا مقلناش عايزينه ده اهو. معانا الخط ده، خلينا كده برضو اخلي لكم شكله حلو اهو. ده كده خط التانية بتاع الياء. تمام كده. طيب الياء بتاعتي ده خط التانية بتاعها اهو. فانا مثلا هنا كده عايز اعرف التانية بتاعتي اللي هكوى عليها خط المكوى في الياء نفسها اهو. من اول هنا عمودي على ده كده، وادي الكيرف بتاع التانية. كيرف التانية ده ليه؟ عشان تلف على رقبتك، ما تعملش تكسير وتبقى واقفة، تبقى مرتاح. ارجو ان المنطقة دي تكون اتفهمت، واللي عنده سؤال يسيبهولي تحت في التعليقات. طيب احنا كده مفروض بنعمل التجسيمة بقى بتاعة الظهر. طيب التجسيمة بتاعة الظهر انا باجي هنا كده واقول له اديني هنا علامة قصاد الجيرو بتاع الظهر ده، بتاع قصاد الخط بتاع الجيرو، واقول له كده انزل لي من هنا اهو. انزل لي من على الخط ده كده اهو 1 سنتي يا عم حسن، 1 سنتي. اعتمد على الله. هنعمله بالسالب اهو 1
سنتي يبقى بالسالب، نحفظ الكلام اهو. وهاجي هنا على خط الوسط اقول له خش لي 3 سنتي، 3 سنتي. هما في ناس بينزل ال3 دول 2.5 هنا و3 تحت، بينزل الخط ده كده بيعدل صح مش غلط، بس بيقلل الظهر من تحت. بالنسبة للبدلة المظبوطة معايا للمقاس ده انا هطلع هنا كده ايه سنتي. التجسيمة دي انت وشوقك فيها يعني تمام. بس ده اللي انا بعمله ده بيظبط معايا الظهر، بحيث ان انا بفرش الظهر يبقى ايه نازل عامل، يعني بيبقى الظهر بتاعي نازل من تحت عامل كده، وعامل كده، وما يبقاش القطعة اللي انا بشتغلها ديت في النص ما يبقاش مشدود في النص. يعني انا نازل كده بروح مديله هنا سنة دوران كده، فيقوم فاتح معايا الظهر، يبقى مفتوح معايا يمين وشمال كده، يغطي الفتحتين اللي هنا، يغطي ايه الفتحتين اللي هنا. طيب انا لو هشتغل فتحة واحدة في الظهر، فلا، الفتحة الواحدة في الظهر هتختلف بقى، ان انا هنزل المنطقة دي كده مستقيمة عشان خاطر الفتحة ما يبقاش فيها ميلان. تمام. طيب ارجو ان المنطقة ديت تكون ايه اتفهمت. طيب انا هنا بقى في التجسيم بتاعي بوصل بالكيرف. ازاي؟ اهو باجي كده اجيب الكيرف بتاعي، اوصل النقطة دي بالنقطة دي، ويبقى مارر بالنقطة دي من هنا، وطالع من هنا كده المنطقة اللي عند الرقبة ديت، يبقى طالع كده ايه حوالي نص سنتي ولا حاجة في الحتة دي اهو. بص اكبرها لك اهي، شايف الشكل ده؟ يبقى طالع السنة دي. ليه بقى؟ لان انت ظهرك ده عند المنطقة بتاعت اللوحين بتوع الظهر، ظهرك في المكان ده عامل كده بالظبط، عشان لما تيجي تشد البدلة تريح معاك ودراعك يجي لقدام، ما تشدش وتكتفك. نفهم النقطة دي. البدلة التفصيل غير البدلة الجاهزة خالص، والكلام ده انا دايما اكرره للناس ومحدش مقتنع، يقول لك ايه يعني هي بدلة بتبقى ضيقة فبتبقى بدلة وخلاص. لا، البدلة بتبقى مظبوطة تمام. الكيرف ده بنوصله انا بوصله لبره كده، مش بوصله لجوه تمام، بس يعني حاجة بسيطة كده، بحافظ على الايه على الميلان ده كده تمام كده. طيب من جوه بيبقى شكلها ايه من جوه؟ ده اللي بيفرضها علينا المقاس بتاعك بعد كده. فنروح بقى نعمل الكم ونرجع نكمل الجاكيت. طيب عشان اعمل الكم انا كنت محتاج من الجاكيت مقاس، اللي هو ده مقاس الجيرو. قول لي انت الجيرو بتاعك كام يا عم حسن؟ الجيرو بتاعي اهو نحسبه كده عشان خاطر بس ايه نبقى ناس سريعة. نقول 26.42 زائد 26.52 بيساوي 52.94. هنقول دول كده على 3 بيساوي 17.6. كلام سليم. يبقى انا هاجي هنا كده واقول له اعمل لي مستطيل اهو. عرضه كام؟ عرض المستطيل ده كام؟ احنا نزلنا للظهر، نزلنا للجيرو، المقاس الصافي بتاعنا كان 22، يبقى ده عرض الكم. تمام كده. الطول بتاعي كام؟ طول الكم زائد 2 سنتي عشان خاطر الكتافة والتشريب، الكتافة والتشريب. فانت لو كمك 60 بتعمله 62. تمام كده. طيب ده غير التانية بتاعت الكم اللي احنا هنسيبها بعدين، وغير الخياطات. احنا هنا بنشتغل باترون على الصافي. فانا الكم ده هيبقى 62. طب امال اللي انت قسمتهم وال17 دول ايه يا عم حسن؟ اصبر على رزقك يا سيدي، اصبر على رزقك. تمام كده. 22 هنقسمه كده بالنص الاول كده اهو اهو، ونقول له -11. تمام كده. النص ده بقى ايه؟ ده علامة تركيب الكم اللي هتبقى هنا. يعني النص ده كده لما نيجي نركب الكم هيبقى هنا، يعني علامة النص بتاعت الكم من فوق اهي، وعلامة النص بتاعت الكم من تحت لسه هنعملها. طيب 17.6 اللي طلعوا معانا هنزلهم كده، هقول له
17.6. تمام. وناخد خط ونقسم المسافة دي كلها كده على 3. طيب 17.6 غالبا قريبة من 18، يبقى انا لما اقسم على 3 هيديني 6 سنتي. تمام كده. فانا هنزل كده اهو واقول له اديني كمان -6 سنتي. اتفهمت؟ طيب انا بقيس الجيرو كله بالكامل واقسمه على 3 وبنزل اخد خط، والناتج اللي طلع ده بقسمه على 3، يعني المسافة ديت كده بقسمها على 3 واخد الخط ده. تمام كده. امشي معايا خطوة بخطوة. هنيجي هنا ونقول له اطلع لي والله يا سيدي على الخط ده كده على الاستقامة بتاعته 2 سنتي بره كده، 2 سنتي بس. ادي ال2 سنتي اهم، وثابتة معاك في كل المقاسات يا سيدي. يلا هيس اهو. وادي من هنا كده بقول له اطلع لي بره -2 سنتي اهو. لا غلط، هنعملها تاني اهو. اطلع لي كده 2 سنتي. تمام كده. طيب بروح جاي بقى بعد كده برضو بقول له والله يا حضرتك انا عايز اعمل الدوران بتاع الكم بتاعي يبقى على ايه. بناخد مقاس الكوع، والمقاسات ديت تاني بكرر هتلاقوها في فيديو في الوصف تحت، روح عليه وبص عليه كويس. طيب انا الكوع بتاعي هنا على قد ايه؟ النزول بتاع الكوع بتاعي هنا 36 سنتي، 36 سنتي اهم. تمام كده. طيب انا بعد كده بقوم اقول له اديني هنا علامة من اول النقطة ديت لحد جوه كام؟ 6 سنتي. تمام كده. طيب هنقول له هنا 4. ليه بقى 4؟ لان هو البرنامج مش قاري ان اللي بره ده تكملة ليه. وهنا كده بنخش ال6 سنتي اهم. تمام يا بابا. وهنا كده هنقول له خش لنا برضو الايه ال6 سنتي الجمال بتوعنا. طبعا انا بكتب على الشاشة 4 ليه؟ عشان خاطر انا طالع 4 بقى 2 بره، والبرنامج مش بيقرا ال2 اللي بره دول لانه قاريه خط غير الخط. تمام كده. طيب اول حاجة نعملها بقى هتجيب لي الكيرف الجميل بتاعك وتوصل ال3 نقط دول كده بكيرف واحد اهم. وهنقول له كده اهو اوفست كده اهو. لا ماشي خلاص، مش عايزين الاوفست ده، هنوصلهم في بعض اسهل يعني. برضو توصلهم برضو عندك بالكيرف بتاعك نفس الطريقة دي كده. تمام كده. طيب احنا كده رسمنا الدوران اللي تحت. نركز بقى في المنطقة اللي فوق دي ونقول بنشتغلها ازاي. هناخد خط كده ونقول ايه، نقسم المربع ده كده من اول هنا لهنا على 2 اهو، وبنوصل النقطة دي كده اهو بالنقطة دي. تمام كده. طيب وهاجي هنا فوق النقطة دي ب3 سنتي وهروح واخد علامة نقطة. تمام. وهمد منها خط يقسم الخط ده من اول النقطة دي للنقطة ديت في النص كده. تمام كده. واضحة؟ نعيد تاني. هقسم من اول هنا لحد هنا، هقسم المسافة ديت نصين واوصلها بالخط ده، ومن اول هنا لحد هنا هقسم المسافة ديت نصين وهشد منها خط يبقى فوق النقطة بتاعة الخط ده كده ب3 سنتي، ونرسم عليهم الكيرفات بتاعتنا بالطريقة اللي انا هشتغل لك بيها دلوقتي دي اهي. هاجي هنا كده واقول له عايز كيرف من هنا لهنا يمس الخط، يبقى طالع بره الخط ده كده اهو بحوالي سنتي، وناخد كيرف من اول النقطة دي لحد النقطة دي كده يمس الخط ده بس ما يقطعهوش ويطلع فيه بره، يعني يمسه كده. تمام. يبقى اعمل معاه تماس ما يطلعش بره. تمام كده. طيب والكيرف التالت من اول النقطة دي لحد
النقطة دي ومايل لجوه كده بانسيابية بحيث انه يبقى نازل طالع كده. تمام، نقول تمام. هنيجي هنا الكيرف ده بس معلش هنمسحه كده، هنقول له هنا لا ارجع انت، هنيجي هنا نقول له delete line. انا اسف يا جماعة. طيب انا هاجي هنا اقول له اديني مارك علامة يعني على داخل جوه هنا كده كام سنتي واحد اهو، سنتي واحد، عفوا على السهو اللي حصل. وهاجي هنا اخد الكيرف بتاعي من اول المارك دي او العلامة دي اهو، نفس الكيرف بس هبقى داخل بيه جوه سنتي. هقول لك ليه دلوقتي اهو. هقول لك ليه دلوقتي. تمام، السنتي ده عشان لما اجي اجمع الكم على بعضه هيبقى من عليه. تمام، هاخد هنا علامة جواها هنا كمان سنتي، وهقول لك برضو ليه السنتي ده، عشان لما تيجي تكوي الكم نص الكم اللي تحت، الكم ده قطعتين، فيبقى النص اللي تحت لافف جوه، يعني تبقى المكوة جوه الكم، ما تبقاش ظاهرة، ما يبقاش خط المكوة ظاهر. تمام كده. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. طيب دلوقتي المفروض ان انا بوصل من هنا كده من المارك اللي انا اخدته ده كده خط لحد النص هنا كده، ولما باجي اخد الكيرف بتاعي باخده كده اهو، وبيبقى مايل لجوه كده حوالي 2 سنتي. ولما بنيجي نعمل الكيرف التاني كده من هنا ونوصله بده اهو، بننزل تحت كده نص سنتي. طيب انا بجيب الموضوع ده كله يعني بالنظر خالص، مش باخد الخط ده ولا بتاع، بس خلينا ناخد الخط ده كده كبداية، وبجيبه انا كيرف واحد. ازاي؟ باخد هنا علامة كده واجي هنا في نص المسافة دي كده واقول له، او في التلت الاخير ده كده، واقول له انزل لي والله لتحت كده نص سنتي اهو، سالب نص سنتي، وبروح جايب الكيرف بتاعي. بيبقى عندنا مسطرة كده، انتوا شفتوها معايا في الفيديو بتاع البدلة، راجعوها هتلاقيها معايا هناك، بتجيب معاك الكيرفات دي كلها كده بدون ادنى مشاكل يعني اهو، وبوصله كده كله كيرف واحد. ليه بقى؟ عشان خاطر يطلع معايا خط انسيابي. تمام كده يا جميل، تقدر تقول ان الكم بتاعك اصلا خلص، اللي فاضل فيه حاجات بسيطة. طيب بجيب نفس الكيرف واوصله كده من هنا من النقطة دي، كنسل اهو، خلينا نكبر كده، واقول له عايزين الكيرف من اخر الخط ده كده اهو لحد هنا كده، بنخش 1 سنتي بس من هنا كده، وبقول له اطلع لي بره الخط ده نص سنتي. ليه؟ برضو لنفس السبب، ان انا عايز اخفي الخياطة جوه. تمام، عايز اخفي الخياطة جوه. تمام. طيب وبرضو نفس القصة اهو، هروح اجيب الكيرف واخد بقى من اول النقطة ديت كده على النقطة دي برضو اهو، وبعمل كيرف كده موازي ليه بس جواه. ليه بقى اللي جواه ده؟ عشان خاطر المنطقة دي كده خلاص كده يبقى احنا دارينا الخياطة جوه. طيب بعد كده مفروض عليا احدد نص الاسورة بتاعتي كام. طيب قانون الاسورة بيقول ايه؟ بيقول محيط الاسورة بالظبط
بنزود عليه 10 سنتي ونقسمهم على 2 يدينا نص الاسوره، عشان كان في حد سألني السؤال ده. طيب انا نص الاسوره ديت حوالي 14 سنتي او 13 سنتي ونص. طب انا هقيس ال 14 سنتي ولا ال 13 سنتي دول ازاي وانا عندي ادي خط وادي خط؟ بطريقه سهله خالص. اروح جاي من النص من هنا كده اهو، واقول له يا عم اديني كده ايه خط موازي على الخط ده كده، واقول لي طوله كام يا عم حسن؟ طوله 14 سنتي. اهو الراجل عمل لي الخط اهو. إيه انا عايز مارك، عايز علامة، كنسل. انا عايز مارك هنا كده، وهقول له لا مش دي كمان اهو، سبليت هنا كده، واقول له ايه وعايز هنا واحدة احدد عليها النقطة بتاعتي، يبقى طول الخط بتاعي ده كده 14 سنتي. باخد العلامة. حضرتك بتاخد الموضوع ده كله بالساهل، بتحط المزورة هنا وتشدها وتجيب الخط ده. طيب وتروح تقول له كده كرييت، هات لنا خط من دول انزل بيه على النقطة دي كده اهو، على النقطة دي كده مرورا بيها كده. طيب كده الدنيا بتاعتنا تمام، رسمنا الكم تمام مفيش اي مشاكل. هنيجي هنا والخط ده عايزين نمده لتحت عشان خاطر دوران الكم، لان احنا لو سيبناه كده الكم هيبقى قدام اطول من ورا. طب انا همده ازاي؟ انت حضرتك هتحط المثلث على الخط ده وتميله هيجيب معاك خط. انا بالنسبه لي هاخد خط عمودي، اللي هو انا عايز اخد خط عمودي على ده او بيربنديكولار اوف لاين بقى هنا عندي، وهقول له كده اهو اوكي على ده. هيقول لي لا، هقول له طب مديلي الخط ده كده بوينت الاين، مديلي الخط ده كده ايه، والخط ده برضو كده مديهولي كريت اهو، مديلنا الخط ده برضو كده ايه عشوائي، يعني هنمد الخطوط دي كده عشوائي. اللي بيحددها عندي بقى اللي انا عامله دلوقتي ده بيربنديكولار اوف لاين، اقول له كده اهو، وبعدين اقول له على الخط ده واقول له اوكي. بعدين انا اجي هنا اقول له كليب لا اهو تمام كده. طيب نشوف بقى شكل الكم مع بعض كده، كانسل. ادي شكل الكم. لو انا جيت استخرجه كده تراكس اهو، ادي قطعة واقول له اوكي، وادي قطعة لو انت بتقص يعني، طبعا انت بتقص وتحط ورقتين على بعض. تمام ادي كده شكل الكم بتاعي. بقول لديت كده إيه يلا باي باي. طيب قبل ما اقولها باي باي بقى، في نقطة هنا هتبقى فاصلة معايا يعني كده اوكي. انا هقول الكم ده كده انت تطلع فوق بيس تو منيو، بيس تو منيو. طيب في قصة كنت انا قلتها في الفيديو اللي فات، وهي ان انا كنت بقيس نص الكم اللي قدام ده كده واقسم التشريب على 2 واطرح منه التشريب وافضل اقيس من هنا لحد هنا المسافة اللي هتطلع. طيب انا النهاردة اصلا عامل الفيديو ده بقى عشان خاطر الحتة اللي انا اتعلمتها جديد، انا متعلمها جديد وما اتكسفش ان انا اقول ان انا متعلمها جديد. تمام انا اتعلمتها
بالصدفة كده وانا بعمل اخر بدلة ليا، عايز اقيس واعمل القصة دي، وبعدين لقيت ان الخط بتاع النص اهو ده علامة التركيب، يعني النص ده هيبقى راكب على نص الجيرو من هنا. طب ما ممكن اقيس المسافة دي كده لا فيها تشريب ولا حاجة. فكل اللي هتعمله حضرتك هتقيس المسافة دي من هنا لهنا، تطلع معاك مثلا 5 سنتي 6 سنتي 7 سنتي ايا كان. تمام، ايا كانت المسافة دي. يعني انا اهي خلينا كده نقول اهو سبليت هنا كده اهو. تمام، وقيس لي الخط ده كده يا باشا اهو، طلع معاك 7 سنتي و14 من 100. هاجي هنا كده بكل سهولة خالص واريحية واقول له انا عايز هنا اهو كده اهو نقطة على بعد كام؟ 7 سنتي و14 من 100. مات الكلام خلاص كده، البنسة بتاعت الصدر اتعملت. طيب في نقطة تانية عايز اتكلم فيها. في ناس هنا بتاخد البنسة ديت بتفتح هنا 2 سنتي بنسة في الصدر. طبعا دي من اصول وقوانين البدلة، بس انا جربتها في اجسام بتيجي من غير البنسة ديت، لو صدرك مظبوط مشدود ما بيعملش كسرات تحت البط ولا حاجة. وفي اجسام بيبقى عنده الصدر بتاعه يعني عنده زي ما بيقولوا ايه في مشكلة يعني ما في المنطقة ديت، فبنضطر ان احنا نعمل البنسة. فالبنسة انا مش بلغيها كليا ولا حاجة، ولكن بعملها وقت اللزوم، وقت اللزوم. طيب انا دلوقتي خدت الخط ده كده وعاوز اشد البنسة بتاعتي هنا، هنزلها كده بناء عن ايه؟ بناء عن ان انا هاجي هنا كده وهقول له اقسم لي الخط ده نصين اهو، سبليت هنا كده فين؟ هقول له 50%، والبرنامج بيفهم ان ده نصين، يعني زي ما احنا بنقيس المزورة كده ونتنيها ونقسمها على 2. وهاجي هنا كده اقول له بربنديكولار اونلاين، عايز خط عمودي نازل من الخط ده كده لحد تحت. تمام كده. طيب هاجي هنا كده واقول له والله برضو هنا كده اديني سبليت، اقسم لي الخط ده كده نصين من هنا. انا عايز بقى ايه؟ ده الخط بتاع الجيب ده اللي هنشتغل عليه. تمام. طيب فانا هقول له كده اديني انترسكشن هنا، ليه بقى؟ عشان يديني نقطة على الايه؟ على الخط ده. فانا هقول له ده وده اوكي. تمام كده. وهاجي هنا واقول له كليب الخط ده على الخط ده، لا انا عايزها سوري، اقول له كليب الخط ده على ده عشان يمسح لي اللي بره. خلاص اللي بره احنا ما عدناش محتاجين. طيب اقول له بقى كده فيريفاي، قيس لي المسافه دي. اوكي قيس لي دي كده قد ايه؟ هيقول لي 7 سنتي و75%. طيب انا هاجي هنا اقول له برضو كرييت مارك هنا، عايز النقطة دي على بعد كام؟ 8 سنتي 75. نسينا نحط العلامة العشرية. طيب خد النقطة. تمام. فهتروح جاي كده بالكيرف بتاعك الجميل، وصل من هنا لهنا. احنا قلنا كيرف مش خط عادي اهو اهو، وبيكون داخل لجوه كده خط كيرف جاي كده. طيب احنا هنا بنعمل البنس بتاعتنا بناء عن ايه؟ بنزل تحت الخط ده كده 2.5 سنتي اهو، 2.5 سنتي، وباجي هنا والله اقول له انا عايزك تيجي هنا كده تاخد لي علامة هنا كده اهو. قد ايه يا عم حسن؟ 1.5 سنتي. انا هعمل البنس ديت مثلا 3 سنتي، وهاجي كده اخد بالكيرف، يفضل بالكيرف يعني علامة هنا كده خط كده لحد الخط ده، ويبقى نازل كده، نازل ده كده، نازل كده خط مايل مايل لحد الوسط، ومن بعد الوسط وانت نازل على الجيب بيبقى عدل.
تمام كده. طيب وهاجي هنا اقول له ميرور، اعكس لي بقى الخط ده كده على ده كده. احنا عملنا البنسة اللي هنا بتاعت الصدر اللي هنا. طيب بناء عليه بقى بنجيب التقسيمة بتاعت الوسط بتاع البدلة كلها. طيب احنا هنا عندنا الوسط احنا نص الصدر 50، نص الوسط بتاع البدلة ديت 40، يعني ناقص 10 سنتي. تمام. ليه؟ لان محيط لا مش ناقص 10 سنتي، هيبقى 44 هيبقى ناقص 6 سنتي. تمام. طيب ال6 سنتي احنا شلنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. التلاتة اللي في الظهر دول مش بيتحسبوا كلهم، يعني انت فاهم، مش بيتحسبوا كلهم، بحيث ان انت عندك الظهر اصلا مايل. فيعني انا جربتها كتير، التلاتة دول في الغالب بيبقوا خارج الحسبة. فزي ما احنا هنا خدنا سنتي وسنتي، هناخد هنا سنتي وسنتي، وهنا الاتنين سنتي، وهنا سنتي وسنتي برضو. تمام. بس هنا هناخد الاتنين سنتي لجوه عشان خاطر المسافة دي. طيب فانا هنا، وممكن هنا برضو ناخد الاتنين سنتي لجوه براحتي. فدلوقتي ادي هنا باخد سنتي اهو، وهنا سنتي اهو، وهنا هاخد الاتنين سنتي بتوعي اصلا كلهم على بعض لجوه كده. تمام. وبنوصل برضو بالكيرف اهو لحد النقطة دي كده، ونخش جوه كده بميلان سيكا. تمام. ونفس القصة اهو لحد ما نلتقي في النقطة ديت كده، ونخش لجوه كده برضو سيكا. وهنا برضو نفس القصة اهو، وبنطلع على النقطة ديت، سواء احنا فتحنا بقى بنسة مثلا، بس لو فتحنا البنسة هنطلع قصاد النقطة دي كده اهو، ونقف. انا هخليها، انا اعتبر ان في فتحين بنسة، وبنخش جوه برضو كده لجوه سيكا. طيب ليه طلعنا بقى ده قصاد ديت؟ عشان لما اجي اجمع الجيرو على بعضه ما يبقاش واحد عالي وواحد واطي. وبما ان احنا عملنا القصة ديت، فانا هاجي هنا كده على النقطة دي، وهنعدل بقى دوران الجيرو لحد النقطة دي كده اهو، ونلفه كده بدوران متوازي مع ده، وطلع السنة ديت عشان لما اجمع دول على بعض اهو، عشان لما اجمع دول على بعض. تمام كده. طيب ليه ما عملناش الحتة اللي تحت؟ ثواني ونقطة من اول السطر، نقطة وايه من اول السطر. انا دلوقتي كده لو مديت الخط ده كده اهو، ونزلت بيه في وشي خط مستقيم. تمام. وجيت هنا كده، يعني انا خلينا بس نقول ان هو مش مستقيم قوي عشان خاطر الهانش برضو. فانا هاجي هنا كده واقول له والله الخط ده كده انا هطلع بيه، وما عادش فيه تجسيمه، فانا هطلع بيه على الخط الاساسي اللي هو قصاد الخط ده كده اهو. تمام كده. طيب البنسة دي بقى داخله معايا لجوه، فانا لازم اعوض ال8 سنتي دول اللي انا دخلتهم لجوه دول، لان أنا البنسة دي المفروض اخرها هنا كده، اخر الوسط معاها هيخلص هنا. تمام. طب انا هعوضهم ازاي؟ الناس بيقوموا شادين دي لبره كده. لا بص الحته دي اهي، ادي من هنا لاخر البنسة، وبقوم داخل ال8 سنتي، ال3 سنتي اللي انا طلعتهم بتوع البنسة دول بره هنا اهم، وبروح واخد الكيرف ده كده مميله كده لبره كده سنه. فانا كده شلت البنسة، باقي البنسة اللي كان هنا ده شلته حطيته هنا. ارجو ان الحته دي تكون اتفهمت. فخلينا كده بقى ايه نعملها بشكلها الحلو اهو. انا هاجي هنا كده اهو، واقول له ادينا كده الكيرف، من هخش من الخط ده كده اهو 3 سنتي اهم. تمام. وبطلع الخط العدل بتاعنا اللي كان في وشنا اهو، وبلفها لبره كده ايه كيرف ميت زي ده كده. يبقى انا كده عوضت المنطقه بتاعت البنسة دي، لان ديت لما تتقفل على بعضها الخط ده هيجي هنا. تمام كده. طيب البنس دي كده هتتقفل تاني، خلاص من هنا كده هتتقفل تاني كده
على الخط ده، لان الهانش عندنا هنا مساوية للصدر اهو. خلاص كده هتتقفل كده تمام. ودي برضو نفس القصة، هتتقفل عندنا هنا كده لبره بالطريقة دي تمام. طيب خلينا نعمل كمان الفتحة بتاعة الظهر. طيب الفتحة لو انا هعمل فتحة واحدة هنعملها كده اهو، بيبقى من على امتداد خط الجيب ده، ما توطيش الفتحة اكتر من كده. الناس بيقولك 20 سنتي، بس هي مش ثابتة معاك 20، يعني في جاكيت طويل وجاكيت قصير، فالفتحة المظبوطة الأجانب اللي اخترعوا البدلة بيعملوها قصاد فتحة الجيب تمام. فطيب أنا باجي هنا كده أقول له أعمل لي دان كده، بخش 6 سنتي 4 سنتي حسب ما أنت عايز الفتحة، بس الفتحة كل ما تعرض كل ما تكون قفلتها على بعضها ممتازة وبميلان، ما بناخدش الخط ده عدل. وبعدين بنزل كده وبرضو بديها ميلان وتبقى ماشية معايا على الخط ده كده. ده كده فتحة واحدة. طب لو فتحتين، لو فتحتين انا باجي كده، يعني ده هنا بمد الخط بتاع القطعة الداخلية ديت ومميل فتحة هنا كده اهو، وهاجي هنا كده برضو دي بتاعة الظهر بنفس المسافة اللي انا دخلتها، وهروح مميلها برضو كده من تحت بحيث انها تكون اعرض من تحت من فوق على الاقل 1 سنتي تمام كده. طيب كده البدلة خلصت، يعني هي كده خلصت، بس خلينا اطلع الاجزاء بتاعتها قدامك بحيث ان انت تبقى شايفها بعينك تمام. طيب نعمل تريس لأول قطعة وهي الصدر، وادي القطعة ديت طلعت معانا اهي. بيست منيو، بعد كده تريس للقطعة دي اهي. ده لو احنا هنعمل فتحتين نقول لها بيست منيو، وبعدين بناخد دي بيست منيو، وبعدين بناخد الياقة الكولا بتاعتنا لا كده غلط، كنسل، ناخدها كده 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 اهو. الله عليك يا عم حسن. بعدين بنقول له بيس تو منيو، وبعدين هنروح ماسكين دول كده ونقول له ديليت all pieces، نزل لي دي كده تمام، وقول لي هنا كده ميرور على الخط ده، دي كده الياقة تمام، حطها لي كده على جنب، نزل لي الظهر، نزل لي الجنب، نزل لي الصدر، نزل لي الكم والكم بتاعه النص بتاعه. خلينا نرتبهم، ادي دي كده هنا، ديت لما البنسة دي تتقفل هتتلم تبقى لجوه،
الخط ده بيبقى ناعم شوية. علامة الجيب لما اجي احط دول على بعض كده، علامة الجيب بتبقى من اول هنا كده اهو، ناخد العلامة بطول الجيب من بعد النقطة ديت كده ب2 سنتي، وادي الجيب بتاعك هنا كده. تمام. خلينا نحط دي هنا اهو، ادي الياقة. نجيب دي كده بس اهو، قطعة، ادي 2. ادي الفتحة لما بتقفل على بعضها بتبقى بالشكل ده كده، بحيث ان انت لما تيجي تتحرك الفتحة ديت كده ايه ما تبينش ظهرك. تمام. والياقة بتاعتنا اهي، وادي الكم بتاعنا، وادي فيو فول سكيل. ده شكل البدلة. اسعدتوني في الدرس ده وطولت عليكم، معلش انا اسف. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم يا رب بمناسبة شهر رجب الكريم. وما تنساش بقى لايك وكومنت وسبسكرايب، وتنشر الفيديو لعل الناس تشوفه وتستفاد منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو في تقصير يعني سامحوني يا جماعة.